تعالى أقولك على شوية أفكار تنفع للفطار والعشاء، سهلة جدا وبسيطة أوي. أول وصفة فطار معانا وهي بطاطس ماكدونالدز المقرمشة، هتعمليها في البيت بمنتهى السهولة وسهلة جدا من غير أي مكونات بره، كلها عندك في التلاجة. تعالى أقولكوا عملتها ازاي. جبت بطاطس عادية جدا، قطعتها صوابع تخينة زي ما انتوا شايفين. بعد كده حطيتها في مية سخنة بتغلي وعليها معلقة كركم، معلقة كاري، معلقة بابريكا، معلقة ملح. 4 دقايق بالكتير قوي. بعد كده طلعتهم في مصفى، غسلتهم بالميه الحنفيه كويس قوي ونزلت عليهم تلج عشان ما كانش عندي ميه ساقعه. سبتهم فيها لغايه ما بجيبهم واحطهم في طبق وانشفهم كويس جدا جدا بمناديل المطبخ. اهم خطوه عندنا ان هي ما تبقاش فيها اي ميه خالص. بعد كده احط عليها معلقه من البيكنج باودر، معلقه من الدقيق، معلقه من النشا، وهتحطي عليها بقى شويه توابل كاري كركم، وبعد كده حمريها في الزيت واسمعي صوت. ساندوتش كده في السريع وعظمه قوي ولذيذ قوي. يلا اقول لكم عباره عن ايه وهي مكوناته، طبعا موجوده في كل تلاجة في كل بيت مصر. هاتي اول حاجه طاسه حلوه كده، سخنيها على النار، نزلي عليها مكعب زبده. ليه زبده يا ايه؟ والله العظيم حلوه احلى من الزيت. اركني الزيت كده على جنب، وبعدين ده غالي. الزبده معلقه واحده هتخليك الطعم حكايه. سيبيها كده تسيح وتاخد اللون الاصفر. بعد كده نزلي عليها بيضايه. حاولت انزلها بايد واحده مش عارفه انزلها، نزلتها لكم وبعد كده صورتها. المفروض قبل ما انها تستوي قوي كده، بس عشان كانت النار عاليه، المفروض بتنزلي عليها جبنه رومي شيدر. انا طبعا عندي رومي، انا غلبانه ما عنديش شيدر، فحطيت رومي وحطيت عليهم رغيف بلدي. تقدري تبدليه برقاق طري، كريب، تقدري تبدليه باي حاجه. اضغطي عليه كده بس عشان خاطر البيض والجبنه يمسكوا فيه. وبعد كده اقلبيه الناحيه التانية. عندك لانشون حطي، انا حطيت لانشون. عندك موتزاريلا بقى اقلبيه بيتزا زي ما انت عايزه، بيبروني بقى، سلامي، اي حاجه. بس قلت لكم عندي لانشون بس. هنستخدم بس المكونات الموجوده في التلاجة. حطينا اللانشون. بعد كده حاولي تقلبيه انصاص، يعني تعمليه نص رغيف كده عشان كل جنب ياخد له تحميصه لذيذه. حاول اعملها لكم برضو، انا بصور بايد واحده النهارده عشان خاطر البتاع اتكسر. فاهو، واضغطي عليه بقى كده منه يصفي الزبده اللي جواه وينزلها عشان خاطر ما تبقاش مليانه بهاريز، ومنه برضو ياخد تحميصه وطعم الجامد. كلي بقى يا خرابي هيطلع من نافوخ. تعالوا نعمل افتكاسايه ببيضة واحدة. هنعمل فطار لذيذ جدا. انا بالنسبة لي عمل معاها اول حاجة هقطع الطماطم واحط فيها الفلفل زي ما انتوا شايفين كده في معلقة زيت بسيطة جدا جدا جدا، وبخليها على النار لغاية ما تستوي حاجة بسيطة. الاضافات دي من عندي شوية زيتون بقى، شوية جبنة براميلي، دي مش جبنة موتزاريلا، وشوية لانشون متقطع. الجبنة البراميلي قلتها كتير، بمجرد ما تتحط على النار بتتحول لموتزاريلا على طول. هاتي البضايه بقى وحطي عليها رشه ملح، ما تحطيش اي رشه فلفل اسود، ما تحطيش ملح عشان خاطر فيه زيتون. والجبنه البراميلي فيها سنه حدوقيه. عندك بقى اي افتكاسات تانية حطيها، جزر مبشور، عندك جبنه موتزاريلا بقى اصليه مش جبنه براميلي، عندك شيدر تحطي. ده اللي متوفر عندي، واتعملت سندوتشين طعمهم حلو. ايه رايكم في الافتكاسه دي؟ جربوها وقولوا لي.